بمرحلة الأمومة. anyway تحضروا معي لروح التخت. هلا خلصت حفلة البكاء، عن جد تعبانة. تتذكروا بس كنت قلكن انه انا وبمرحلة الحبل ما كنت عم نام منيح، وكلكن قلتولي انه شوفي بس تخلفي ما رح تنامي. وانا قلكم يا الله انتو شو نيجاتيف، ما في شي، ما في تعب بحيث التعب هي واحدة حامل. كان بدي كف على نص وجهي، يعني يا ريت كان فيكم تطالوني من الشاشة وتطرقوني كف توعوني. اليوم كمان من اطول ايام حياتي، ما تسألوني ليه، بس كتير صار احداث وكان نهار ستريسفul. صايرة حتى اذا ما في حدا بوشوش، ما بقى بعرف كون على طبيعتي واحكي على طبيعتي، او التعب اخذ طاقتي، اخذ مجهودي. الله وكيلكن، كل ما بتكون النيرس اللي بنحبها اوف، هن نيرستين بنحبهم، كل ما بتختلف حياتي. ما بيعود فيني ابدا اعمل اي شيء لانه ابنتي حقتي ما بتعود تهدأ الا معي. يعني اني بس اكل مثلا وجبه او فوت على التواليت اي شيء ما اقدر. بس لما بيكونوا هون النرسات اللي بنحبهم، لا بتلاقيها بتهدى شوي معهم. يعني بنصير نقسم الشغل بيني وبينها، طعمه بدشة بحمل شوي، ترجعي بتحمل شوي، مو بقاني تشلل لوحدي. اليوم تشلوا حتى الحمام انا حممت لوحدي، وبالعادة انا بخاف بالحمام، بحس هيك على المي بخاف تسحط من ايدي. ما عندي ثقة بعدني بحالي تمام 100%، بس انه اليوم حممتها لحالي و it was good. بس بقلكن ما في ستريس، بلا في ستريس. يعني اليوم زوجتي حقتي جيب شيف ليطبخ لنا اكل طيب، ما قدرت اكلت اوت، هنيت فيهم، اكلتهم باردين. بس لو كانت هيديك النيرس كانت شيلت عني شوي بس على وقت الغداء. بس الحمد لله ما بتتخيلوا هذا التعب الحلو يلي كانت كل العالم تخبرني عنه، انه بتكوني تعبانه كأم وتعب حلو. انا ما كنت افهم شو يعني تعب حلو، ما في تعب حلو. طلع هيدا هو التعب الحلو. انا بلشت اعمل رياضه، كتير مبسوطه بحالي اني بلشت واخيرا. تتخيلوا قديش اشتقت حس بعضلاتي، حس بالابز. اوريدي حاسه اجري شدوا كمان، كنت لما بمشي اجري بيعملوا هيك. حتى جبت لعندي دكتوره كرمال تقلي عضلاتي وظهري، يعني كل شيء صار من ورا الحبل تصلح لي اياه. فهي وعم تشوف لي معدتي وبطني قالت لي انه لا ماشي حالك هون، ما في عندك ضعف. قلت لها ايه، ما انا كان عندي يعني عضلات بطن وهيك. اليوم بين انه الحمد لله يعني الكور حقتي مطرح بطني ما كتير تأثر بالحبل، مع انه ثقل وكبر بطني كان مو لأحد. بس ان شاء الله يكون جسمي ذاكر انه اني كنت بكذي. حاسه على الرياضه ماشي حالي، بدي اعمل كارديو، بدي انزل وزن يعني. ايه ما عم روح على الجيم لانه ما عم بيكون لي قلب اترك ابنتي حقتي لو ساعه. عم ضلني قلقانه حتى بس فوت على الاوضه الثانيه لاتمرن، ضلني فاتحه الكاميرا وعتلاني عم بقول لي زوجي انت كل ما سمعتيها قالت بتقومي ركض. اكيد بتقوم ركض، يعني انا شنو اسوي في حياتي غير هي دلوقتي. anyway هيدا الفاينل لوك للفرش كلاب يعني على التخت. ان شاء الله تكونوا حبيتوا لمعت وجهي حقتي. انا للصراحه كتير حبيت. ثانك يو جايز لانه عم تحضروني او عم تتحضروا معي، وانا كتير بحبكم. باي.